المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتيان، سهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزيرة العدل تعقد سيمينارا في مدينة كرن. تدريب العاملين في المراجعة العامة. وزارة الأراضي والمياه والبيئة تنظم دورة تدريبية حول إدارة نظام إمدادات المياه. فرنسا تغلق سفارتها في النيجر. اليابان تكشف ميزانية سنوية جديدة تتضمن نفقات دفاعية قياسية. كوريا الشمالية تدخل مفاعلا نوويا جديدا الخدمة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت وزيرة العدل فوزية هاشم سيمينارا في حاضرة إقليم عنسبة مدينة كرن يوم 21 من ديسمبر لأعضاء مجلس إقليم عنسبة ومدراء المديريات والجهات الأخرى، وقد تركز السيمينار حول أهمية الحفاظ على القيم. وأوضحت الوزيرة فوزية ضرورة التركيز على القيم الوطنية والاجتماعية، حيث أن القانون وإنفاذ القانون والتنظيم يجب أن يعكس واقعنا الداخلي. وقالت إن هناك برامج تنفذها وزارة العدل في هذا الصدد، تركز بشكل خاص على تعزيز المشاركة العامة الفعالة. وذكرت الوزيرة فوزية أنه سيتم تكثيف برامج التوعية لضمان استمرارية التراث الثقافي المتمثل في احترام القانون الذي ينتقل من جيل إلى جيل، لأن القيم الوطنية والاجتماعية تلعب دورا مهما في تشكيل حقوق وواجبات المجتمع، مشيرة إلى أن الجهود تبذل لجعل قيمنا جزءا من المناهج الوطنية. وأضافت الوزيرة فوزية أنه تم إقامة هيئات مصالحة على مستوى إدارات الضواحي لضمان استمرارية قيمنا وزيادة المشاركة المجتمعية وضمان السلام والاستقرار والوئام. وقالت إن وساطة المصالحة تابعة للشعب، وأن دور هياكل الإدارة الشعبية أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذلك. وقد قدم في المناسبة توضيحا من أعضاء وزارة العدل حول المرسوم رقم 184 لعام 2023 الصادر لتحسين تنظيم المحاكم. ومن جانبهم أبدى المشاركون آراءهم بشأن تنفيذ البرنامج وإيجاد وسائل حل الشعب لقضاياه بنفسه. نظم مكتب المراجع العام دورة تدريبية من 18 وحتى 22 من ديسمبر في المراجعة الداخلية من جميع الوزارات والمكاتب والشركاء الآخرين. تضمن التدريب عمل المراجعة المنتظمة والدقيقة وتغيير الوسائل التقليدية المعتادة إلى الوسائل الحديثة. وأوضح مدير قسم تنمية القدرات البشرية في مكتب المراجع العام السيد جبر سلاسي محاري أن المكتب كان قد نظم دورة مماثلة العام الماضي إلى جانب تدريب الأعضاء في الداخل والخارج، وشدد على أهمية دور المراجع في أي مؤسسة، ويجب على مسؤولي المؤسسات العامة الجهد للمراجعة. ودعا المراجع العام في البلاد السيد جرز جهير جبر مدهن في ختام الدورة التدريبية المتدربين على تطبيق المعرفة المكتسبة لتنفيذ عمل يلبي المعايير الدولية، وعلى مسؤولي المؤسسات التعاون مع المراجعين الداخليين المتواجدين في مؤسساتهم. وذكر ممثل المتدربين أن التدريب مساعد في عملهم اليومي، مؤكدا الاستعداد لتطبيقه على أرض الواقع. نظمت وزارة الأراضي والمياه والبيئة تدريبا ل68 عضوا مشاركا من جميع أنحاء البلاد امتد إلى 10 أيام، تمثل في إدارة المياه وأنظمة إمدادات المياه. وقال رئيس وحدة التشغيل والصيانة بالوزارة السيد رئيسهم تخل مريم في حفل التخرج المنظم في 21 من ديسمبر إن التدريب العملي والنظري شمل تركيب وصيانة خطوط المياه والألواح الشمسية وتركيب وصيانة المضخات اليدوية. وقال إن التدريب سيكون له دور مهم في إنقاذ الهدر والتعب الذي يحدث على الأرض، مشيدا بالمتدربين على رغبتهم واهتمامهم.
وقال مدير عام إدارة الموارد المائية السيد مبرهة غاشوم إن نظام إمدادات المياه يمثل أولوية قصوى لأنه يرتبط بشكل مباشر بإمدادات الحياة الآمنة. وقد بذلت ولا زالت تبذل الحكومة الإريترية جهودا جادة في هذا الشأن، حيث تم إحراز تقدم جديد بالثناء. وأكد أن تطوير القدرات البشرية لمراقبة وإصلاح إمدادات المياه المنزلية سيضمن استمرارية الإمدادات. وأخيرا قال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي غبرسلاسي إن التدريب الذي تلقاه المتدربون ليس الآخر بل الأول، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يضمن استمرارية مؤسسات إمدادات المياه المتكاملة حتى الآن وحتى في المستقبل، مضيفا أنه من المقرر إجراء تدريبات إضافية. أعلن مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية سلعة تواصل الجهود لتمهيد الأرضية المساعدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المحتاجة وضمان إيجاد مصدر الدخل لها. وأوضح وكيل المكتب السيد جمع آدم تقديم الدعم المالي والعيني للمحتاجين بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء الآخرين. وذكر تقديم دعم بالملابس ل 336 أسرة محتاجة وتوزيع مبلغ حوالي 56 ألف نقفة تبرع به الشباب العمال ل 31 أسرة، ودعم خاص يبلغ 25,100 نقفة ل8 أسر محتاجة. وأشار إلى تقديم اللوازم المدرسية الكاملة ل 997 طالب هذه السنة والدواب ل80 طالب لمساعدتهم في الذهاب إلى المدرسة. ودعا جميع الجهات الحكومية لجعل مساعدة أسر الشهداء ضمن برامجها والدفع بالمبادرات الفردية والجماعية. بحث فرع جمعية المعاقين في إقليم شمال البحر الأحمر برامج إعادة التنظيم والتأهيل مع أعضائه في مديرية قندع. وأوضح مسؤول الفرع السيد محمد سعيد شنقب تنفيذ برامج التأهيل في التجارة وغيرها بحوالي 900 ألف نقفة في مديريات قرورة وأفعبت ونقفة وقلعلو. وقال إنه سيكون من المفيد تنفيذ برنامج التأهيل من خلال خيارات أخرى مفيدة لوجود محمية وطنية في قندع. وأشاد السيد محمد نور إدريس من المكتب المركزي للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بالمساعدة والرعاية التي يقوم بها المواطنون في الداخل والمهجرة لمعاقي الحرب، إدراكا منهم بأنها ليست مسؤولية الحكومة والأسرة فقط، مشيرا إلى الجهود المبذولة بالتفاهم مع الإدارات لجعل المعاقين يشاركون في الأنشطة المربحة في مناطقهم. وأكد المشاركون عن استعدادهم للعمل الجمعي. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. قررت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها عقب الانقلاب العسكري أواخر يوليو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وتأتي الخطوة النادرة بعد ما أعلنت نيامي في 12 من ديسمبر أن كل الجنود الفرنسيين المنتشرين على أراضيها في إطار مكافحة الجهاديين سيغادرون البلاد. ويتوج ذلك الانفصال التدريجي الذي بدأ بين فرنسا والنيجر منذ الانقلاب العسكري في 26 من يوليو الذي أطاح الرئيس محمد بازوم المقرب من باريس. وقالت المصادر الدبلوماسية أن السفارة الفرنسية هي في النيجر لم تعد في وضع يتيح لها العمل بشكل طبيعي أو أداء مهامها. مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة. وفي أعقاب الانقلاب طلب المجلس العسكري الحاكم بمغادرة العسكريين الفرنسيين الذين يناهز عددهم 1500 جنديا، وألغى عددا من الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين نيامي وباريس. وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية سنوية تتجاوز قيمتها حوالي 716 مليار يورو، بما في ذلك إنفاق قياسي جديد للدفاع على خلفية تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.
وللمرة الأولى منذ 12 عاما يفترض أن تنخفض الميزانية الإجمالية للحكومة بشكل طفيف مقارنة بميزانية العام السابق التي سجلت مستوى قياسيا، بينما أصبح الدين العام للبلاد هائلا، أي 255% من إجمالي الناتج المحلي حسب صندوق النقد الدولي. وتبنت اليابان عقيدة جديدة للأمن القومي في نهاية 2022 وتخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، بينما كانت محددة من قبل بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي. وخصصت ميزانية الدفاع 370 مليار ين لبناء سفينتين حربيتين جديدتين مجهزتين بنظام الدفاع الصاروخي إيجيس الذي طورته الولايات المتحدة. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفاعلا نوويا جديدا في مجمع يونغبون في كوريا الشمالية دخل الخدمة على ما يبدو مع تصعيد بيونغ يانغ تهديداتها باستخدام السلاح النووي ضد الولايات المتحدة وحلفائها. ويضم مجمع يونغبون الواقع على مسافة حوالي 100 كيلومتر شمال بيونغ يانغ أول مفاعل نووي في البلاد بقدرة 5 ميجاوات. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في بيان إنه منذ منتصف أكتوبر لوحظ تدفق قوي للمياه من نظام تبريد مفاعل الماء الخفيف. وتعتمد الوكالة بشكل أساسي على صور أقمار صناعية لمراقبة كوريا الشمالية منذ طردت بيونغ يانغ مفتشيها في العام 2009 ومنعت الوكالة من دخول البلاد. ويتخوف المراقبون منذ أشهر من احتمال أن تكون كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الشرطة في جمهورية التشيك أن مسلحا أطلق النار داخل مبنى جامعي في العاصمة براغ وقتل أكثر من 15 شخصا قبل أن يتم قتله. وقالت الشرطة في بيان إن 24 آخرين أصيبوا في الهجوم، وكان جهاز الإسعاف قال في وقت سابق إن 11 شخصا بمن فيهم المهاجم قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح خطيرة. وذكرت الشرطة أن المهاجم طالب في كلية الفنون. وأكدت السلطات أن الحادثة ليست مرتبطة بالإرهاب. وأكد وزير الداخلية التشيكي ميلان خوفانيتش مقتل المهاجم الذي لم تتضح دوافعه على الفور. وتدخلت قوة كبيرة من الشرطة وقامت بتطويق المبنى قبل أن تعلن أنه تم القضاء على المسلح. وعبر الرئيس التشيكي بيتر بافل عن صدمته من الهجوم، في حين سارعت فرنسا إلى التعبير عن تضامنها مع جمهورية التشيك. ختاما لنشرة هذه الفترة مشاهدينا الأكارم، هذا أبرز العناوين. وزيرة العدل تعقد سيمينارا في مدينة كرم. تدريب العاملين في المراجعة العامة. وزارة الأراضي والمياه والبيئة تنظم دورة تدريبية حول إدارة نظام إمدادات المياه. فرنسا تغلق سفارتها في النيجر. اليابان تكشف ميزانية سنوية جديدة تتضمن نفقات دفاعية قياسية. وكوريا الشمالية تدخل مفاعلا نوويا جديدة الخدمة. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.